السلام عليكم. معاكم اخوكم عماد. انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات. كان عندي شويه اشغال كده كان لازم اخلصهم، خدت وقتي كله من اولهم لاخرهم، خاصه في عام 2023 اللي احنا فيه دلوقتي. لان انا عمال افكر اجيب عربيه، لان انا محتاج فعلا عربيه. بس العربيه اللي عايز اجيبها العربيه دي، شايفينها يا جماعه؟ هي دي. عشان كده فتحت الفيديو عليها، يعني فتحتها لسبب يعني. اوكي، يعني الميزه في العربيه دي تويوتا ال اي. تمام، شكلها جميل جدا جدا جدا. انا طبعا محدش يزعل وانا بصور يبلغ عليها البوليس بس مش مشكله يعني، عادي. ودي من جوه اهي، شايفينها فاخره ازاي؟ تمام، طبعا 4 بيبان. العربيه دي كورولا ال اي اهي، ال اي. تمام، سودا. دي انا عايزها للشغل عشان دي بتوفر في الجاز. طبعا العربيه دي مش هايبرد، مش شاهجين. العربيه دي عاديه. دي تعمل لها سنه 2022 تعمل لها 26,000 ونص بالظبط، ده بعد الضرايب وكل حاجه. اوكي، 26,000 ونص. تمام. في ناس قالت لي تستنى شويه لحد 2023 في النص، يعني شهر يوليا مثلا، يونيا حاجه زي كده. قالوا لي التضخم هينزل والفايده هتنزل والعربيات هترخص جدا. ناس كتير قالوا الكلام ده، يعني في امريكا اللي قالوا الكلام ده، مش واحد مصري اللي قال لي الكلام ده، يعني تحليلات يعني. اوكي، بالتالي عمال افكر بقى، يعني احرم نفسي من العربيه لمده 6 شهور لحد ما العربيه ما تنزل. طبعا لو نزلت يعني حد اقصى هتنزل مثلا 3000، يعني بدل 26,000 تبقى مثلا 23,000، which is not bad، يعني is not bad all. وانا طبعا ناوي اجيب العربيه التويوتا. وكمان الكريسماس لما نزل، اللي هو كان الفتره الاخيره دي، الناس ما كانوش بيعملوا شوبينج جامد قوي، ما كانش في حاجه بتشجع يعني نهائيا يعني. عشان كده ما عملتش اي فيديو، يعني ما يظهر موضوع التضخم ده اثر على الامريكان يعني. اوكي، لدرجه ان في ناس بتعزل. يعني الغريبه اللي في امريكا هنا، الناس لما بيجي لها ظروف اقتصاديه مش كويسه، حاجه من الاتنين بيعملوها: يقللوا الانفاق في الكريسماس، تاني حاجه يعزلوا. طبعا يعزلوا مكان ارخص مش بيعزلوا عشان المكان وحش، لا، عشان ارخص. اوكي، الايجار هنا بيعملوا بحدود 1400. السنه دي كمان لما هم يجددوا العقد هيوصل 1000 ونص كمان. اوكي، بالتالي هم بيفكروا في اماكن ارخص، لان طبعا اللي بيشتغل لوحده معهوش مثلا روميت او اي حد، 1500 ايجار ده غالي جدا، غالي قوي يعني. هو فاكرين ده مبلغ، ده مبلغ مش هايف يعني. اوكي لا، مبلغ محترم يعني. اوكي، بالتالي لما هو يدفع المبلغ ده لوحده، تمام، ده محتاج يشتغل على الاقل شغلتين، مش هقول 3 يعني، لا، شغلتين كفايه بس. اوكي، يحتاج على الاقل شغلتين. تمام. الميزه في العربيه اللي هي اللي انا بوريها لكم دي، اوكي، العربيه دي ممكن تستعملها على شركه اوبر. تمام. طبعا انا مفكرتش اجيب اي حاجه تانية خالص يعني اي ماركات تانية مش هو اجيبها. في ناس تقول لي جيب مستعمل، صح؟ فكرت اجيب مستعمل، لقيت سعر المستعمل يا جماعه اقل من الجديد ب 4000. والله العظيم مش بضحك، 4000 بالظبط. تمام. اوكي، يعني قال لهم ايه مثلا؟ يعني اجيب عربيه مستعمله اقل من الجديد ب 4000؟ يعني از نوت ورث ات. طبعا لا، قلت لا، ده اكيد بيهرجوا، الواحد يجيب له عربيه جديده ونخلص. تمام. هي عربيه تانية اهي، تويوتا، بس دي كبيره شويه. دي اسمها الافالون. دي الافالون، بس دي في سحب الجاز او البنزين يعني بيكون عالي، مش اقتصاديه قوي. اوكي،
بالتالي دي مش هجيبها، بالرغم انها ممكن تعمل بيزنس كويس، اللي هي الافالون. شايفين يا جماعه؟ طبعا انا بركز في تويوتا بس، مش بركز في اي حاجه تانية. اوكي. وبعدين التويوتا القديمه شد حيلها، بس ميزه العربيه القديمه، يعني عيب العربيه القديمه، تمام، الاميال بتعلى. يعني اذا كنت انت هتصرف اصرف بقى وجيب عربيه جديده واخلص. تمام. اوكي. ال ايه اه ال ايه في التويوتا كرولا ارخص نوع من العربيات، خلي بالكم، ده نوع اقتصادي، ارخص حاجه يعني. اوكي. احسن من العربيه الزباله شايفينها الصغيره دي. شايفين العربيه اللي هي بابين؟ وعلى فكره في مناسبه الجماعه المصريين اللي بيفكروا يسوقوا اوبر او ليفت، اوعى تجيب عربيه بابين، مش هتعرف تعمل عليها بيزنس في اوبر. لازم تكون العربيه 4 ابواب. الناس كتير مش عارفه الموضوع ده. ده لو انت هتسوق اوبر يستحسن تجيب 4 ابواب. ابعد عن العربيه دي. اوكي. ابعد عن العربيه دي برضه تويوتا، بس انا مفكرش اجيبها خالص يعني. اوكي. انا لما هجيب عربيه يا حضرات، اوكي، توصلني وتجيب لي من الشغل، وفي نفس الوقت عندي اوقات فراغ او وقت تاني هقلبها اوبر، انتهت. او مثلا اجيب طلبات اكل، حاجه كده، اكسترا انكم. بس مش هجيب انا عربيه للشغل بس. لو انا هجيب عربيه للشغل بس، طب انا اجيب لي عربيه مكسحه واخلص. تمام. يعني سد خانات كده. بس انا مش عايز اعمل كده. اصلا لو جاتنا عربيه قديمه قوي، نفرض هجيب عربيه قديمه قوي زباله، لو انا جبت عربيه زباله اقل حاجه هدفعها فيها $8000. تمن ايه؟ $3000. وحلني بقى لما اجيب $8000 عربيه عليها مثلا 130,000 ميل. اوكي. 130,000 ميل، أو العربيه تفتح بقها، اروح الميكانيكي، ممكن نقل السرعات يبوظ، واخد بالك، الزيت يخر. تمام. العربيه الجديده عليها ضمان. العربيه الجديده عليها ضمان. الضمان ده يصلحوا العربيه لمده مثلا 5 سنين، او حد اقصى 100,000 ميل. 100,000 ميل. بالتالي العربيه الجديده لها ميزه. تمام. ودي بقى الحاجات اللي هم الناس رامينها. شايفين يا جماعه؟ في واحد يقول لي الامريكان مجانين. مجانين طبعا، وبيبطروا على النعمه. بامانه والله احنا في مصر ما عندناش الموضوع ده بامانه، الا ناس قله يعني. يعني احنا برضو عندنا عيوب العب من عيوبهم. اوكي. يعني ان الامريكان العيب بتاعهم ايه؟ لما يمشي يعزل يروح رامي كل حاجه، او رامي كل حاجه. بالامانه في عيب في الموضوع ده. حد يقول لي يا جماعه في عيب في الموضوع ده؟ اهو حاجه تحط فيها اللبس، تعالوا نتفرجوا عليها. اوكي. ده في عيب؟ في صراصير، في حشرات؟ مفيش خالص. في خدوش متكسر، مرايه اهي شايفينها. طب انا هقول لكم بقى على مفاجاه حضرات. اوكي. دي بتاع الكتب. تمام. انا هفكر اخدها بتاعت الكتب دي، والله هاخدها. تمام. هاخدها بعدين اذا كانت موجوده يعني. دي جديده لانج. دي بتاعت الكتب دي تعمل لها كده، تعمل لها حوالي $350. اللي هي التسريحه دي جديده لانج، تعمل لها حوالي في حدود 400. اوكي. الترابيزات دي عليها خدوش، بس ممكن انت تلمعها لو انت يعني ليك في الموضوع ده. انا ماليش في المواضيع دي. ماشي. اهو رفوف تانية للكتب ده. كتب تنضفها شوية كده بخرقة. تمام. تحط عليها بطاس وتنضفها كويس جدا. وممكن تعمل كتب، وممكن كمان ايه، ترش عليها دهان اسود، وترجعها جديدة لانج ده الاول وتبيعها. دي فكرة بيزنس اهو. تمام. تجيب العفش القديم، لان الامريكان مخهم ضرب بامانه. لا مخهم ضرب، لا. تمام. بيرموا حاجات غاليه قوي يعني. اوكي. بالتالي انت تاخدها من جنب صفائح الزباله، تلمعها وتوضبها وتبيعها، او انت تستعملها. انت ممكن تيجي هنا امريكا ما تصرفش مليم واحد على العفش، كله ببلاش. بس في ناس بتتكسف تعمل الكلام ده. تمام. اتمنى بقى يا جماعه يكون الفيديو عجبكم،
وان شاء الله انا هعمل جولات تانية واكلمكم تاني ان شاء الله قريبا جدا، وحشوني جدا، وادعوا لي كده بالصحة وطولة العمر، وربنا يسهل يعني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.